دايما كنت بسأل نفسي، هي الناس اللي بتلاقي عملاء كويسين من اللي بيدفعوا في ميعادهم ومش بيسحلوك في تعديلات كتير بيلاقوهم فين؟ اصل انا من كتر العملاء اللي بلبس معاهم في مشاكل، سواء انه مش عايز يدفع او عايز يسحلك في تعديلات لما لا نهايه، لدرجه انه بيوصلك لشعور انك عايز تديله فلوس عشان بس يمشي. بس اكتشفت ان المشكله فيا، كنت بدور على العملاء الغلط، واعتقد انت كمان زي. بص خليني اوضح لك اكتر. الموضوع كله بيبدا من ان بيجيلك عميل يطلب منك مشروع او خدمه، ودايما الموضوع كله بيبدا بقد ايه هو مبهور جدا من شغلك، وانه متحمس ان انتوا تدغدغوا الدنيا وتعملوا شغل جامد جدا مع بعض. فهوب تبدا تنفذ له المشروع، وهو يبدا يحسسك انه مستقل الشغل ومستخسر فيه الفلوس. لحد ما بدات افهم حاجه، اصل ما اكيد وسط كل الناس دي في ناس كويسين محتاجين الخدمه بتاعتي، بس هم مش عارفين ان انا موجود، زي ما انا كمان مش عارف ان هم موجودين. فبطريقه ما لو قدرت ان انا اوصل لهم وافلترهم بطريقه مظبوطه، هقدر ابني الكارير بتاعي بشكل مظبوط مع عملاء، اخليهم يقدروا يكملوا ويفضلوا معايا. وهنا كانت البدايه، واول خطوه هي انك تفهم العميل ده مناسب ليك ولا جاي يشتغلك ويضيع لك وقتك. وبص دي حاجه سهله قوي انك تعرفها، خليك ذكي وابدا خش دور على تاريخ العميل ده. يعني على سبيل المثال، جاي لك عميل طالب منك موقع او موبايل ابلكيشن، فساعتها ممكن تبدا تخش تشوف السوشيال ميديا بتاعت البيزنس بتاعه، او تبدا تتكلم معاه وتفهم منه ايه الفيجن للبيزنس بتاعه. وحتى لو العميل طلع مش مناسب، هقول لك في الاخر ازاي تقدر تستفاد انت وهو من ناحيه البيزنس. وعامه لو جه في بالك دلوقتي ان كل العملاء اللي بيجوا لك هم عملاء مش مناسبين، فعادي جدا، السوق واسع والمجالات ما بقاش فيه اكتر منها، فتقدر تعمل سيرش عن مجال انت عندك شغف او خلفيه عنه. يعني على سبيل المثال، لو انت مصور او مونتير وبتحب العربيات، تقدر تخش تشوف في مجال العربيات مين الناس اللي محتاجه للخدمه بتاعته، مهتمين يطوروا من شكل وطريقه ظهور البراند بتاعه. وهنا في نقطه مهمه قوي اوعى تنساها، انت دلوقتي بتحاول توصل لافضل عملاء، فلازم الخدمه اللي بتقدمها تكون على مستوى احترافي، ولازم تقدم للعميل بتاعك حلول متكامله، وما تخلوش محتاج انه يروح لحد بعدك عشان يكمل الرؤيه او الفكره اللي عنده. وكمان لازم يكون عندك سياسه للعميل، وتكون مجاوب له على الاسئله قبل ما هو يكون بيسالها. يعني مثلا لو انت ديفلوبر، لازم تطمن وتشرح للعميل بتاعك حقوقه، وازاي يضمن ان البروجكت بتاعه ما يتاخرش، وايه التقسيمه اللي المشروع هيكون ماشي بيها، وضمان ما بعد تسليم المشروع، والتعديلات هتكون ازاي، وازاي يضمن انه ما يفضلش يتحاسب على تعديلات كتيره كانت كلها نتيجه خطا منك عشان انت ما فهمتش متطلباته مظبوط. وده ياخدنا لنقطه مهمه جدا انا اتكلمت فيها كذا مره قبل كده، وهعمل عنها فيديو مفصل، وهي نقطه العقود، وازاي تعمل عقد عن طريقه تضمن بيه حقك وحق العميل، بيكون فيها كل النقاط وشرح مفصل للمشروع. لان عن طريق العقود تقدر بكل سهوله تحصل من العميل بتاعك داون بيمنت كبيره تغطي لك تكاليف المشروع، ومن ناحيه تانية العميل بيبقى ضامن ان هو يقدر يسترد الفلوس دي في حاله ان حصل مشكله او غلط منك. يعني من الاخر كده، اكتر حاجه هتفلتر لك العميل الكويس من العميل الوحش هي نقطه العقود والدفعات المسبقه. لان ما ينفعش تبقى ظاهر قدام العميل بتاعك بصوره انك لسه بتجرب، اللي هو فكره احنا هنمشي وهننفذ المشروع، والله المشروع عجبني تمام هتاخد فلوسك، ما عجبنيش مش هتاخد الفلوس. في حاجه اسمها وقت مهدر، وفي حاجه اسمها كباسيتي اتاخدت منك. وفي نقطه مهمه قوي لازم تاخد بالك منها، وهي انك لازم تكون بتقدم للعميل بتاعك حل فريد وفعلا بيضيف له في البيزنس بتاعه، ويترجم ده في الاخر للعميل في هيئه فلوس بتتوفر له، او انتاجيه اكتر بتزيد عنده في البيزنس بتاعه. وساعتها بس هتكون قادر انك تطلب السعر اللي انت تستحقه من غير ما تحس ان في حد مستكتره عليك. وعشان تبقى بروفيشنال، حاول دايما تزود حاجه بسيطه عن اللي كان مطلوب منك، وتعود دايما تستثمر في العميل بتاعك عشان تضمن الكاستمر ريتنشن. سلام.